من أيام بسيطة البنك المركزي أصدر قرار لكل البنوك المصرية إن هي تفتح حدود السحب بتاعها، يعني إيه حدود السحب بتاعتها؟ يعني أنت دلوقتي لو أنت رايح مثلًا عندك حاجة عايز تشتريها مهمة جدًا ومحتاج تسحب فلوس من الATM وكان البنك قافل، فكان حد السحب بتاعك لحد 20.000 جنيه وكنت عايز مبلغ أكبر من كده، لأ هم فتحوا لك حدود السحب لحد 30.000 جنيه. طب واحد دلوقتي هيقول لي أنا لسه كنت في الATM ومكتوب لي حد السحب 20.000 جنيه، البنوك بتعمل إيه الموضوع ده عشان لو لا قدر الله اتاخدت بطاقتك أو وقعت منك وحد كان معاه الرقم السري واستعملها ما يبقاش الخسارة كبيرة، لكن بما إن الحد الأقصى بتاعك اتفتح لحد 30.000 جنيه فأنت تقدر تروح البنك تطلب فتح حد السحب بتاعك لحد 30.000 جنيه وساعتها تقدر تخصم من بطاقة الخصم المباشر يوميًا لو أنت عايز تسحب مبلغ زي ده. تاني حاجة إن كان الحد السحب بتاعك من أي فرع من فروع البنك لحد 150.000 جنيه، فأنت لو عايز مثلًا تشتري حاجة كبيرة أوي ومعاك طبعًا ربنا مسهّل لك ومعاك مبلغ زي ده، لأ هم فتحوا لك الحد الأقصى للسحب من فرع البنك لحد 250.000 جنيه، وبالتالي أنا شايفه إن هو شيء مش وِحِش، هو شيء كويس لبعض الناس اللي هم محتاجين حاجات مهمة أو في ظرف طارئ محتاجين مبالغ تقدر تسندها في ظروف معيّنة. أتمنى إن أنا أكون أفدتك بالمعلومة دي. شكرًا جدًا يا جماعة لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.